السلام عليكم، وايه الاخبار؟ بتمنى انكم تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حسونة يتكلم. هنستكمل فيها ما بدأناه في الشرح بتاع نوشن والبلاي ليست اللي احنا خصصناها لان هي تكون شرح نوشن للناس المبتدئه واللي بتخاف ان هي تتعامل مع نوشن بسبب ان هو ممكن يبان ان هو معقد شويه، او محتاج ديتيلز كتير عشان تعرف تشتغل عليه. ولكن احنا هنحاول يعني بقدر كبير ان شاء الله نبسط المعلومات بتاعه نوشن في البلاي ليست ديت بحيث تقدر انك تبني عليها السيستم بتاعك والموضوع يكون سلس بالنسبه لك يعني. ففي البدايه كده انا حابب ان انا البلاي ليست دي تكون موجهه لشخص مبتدئ تماما ما يعرفش حتى يعني ايه نوشن. فكنت عملت زي سلايد شو كده هنشوفه مع بعض. في البدايه نوشن هو عباره عن ديجيتال ورك سبيس، وورك سبيس معناها ان انت بتكون مجمع الحاجات اللي انت بتشتغل عليها كلها في مكان واحد. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، يعني انا دلوقتي لو واحد نظام حياتي عامل كالتالي: عندي شغل، وعندي مذاكرة، وعندي بروح الجيم، ومثلا بعمل كونتنت كرييشن. في الحالة ديت انا لو هتراك كل حاجة من دول ومثلا عايز اتراك الفلوس بتاعتي، يبقى احنا كده عندنا 5 حاجات. هضطر ان انا استخدم 5 ابلكيشن: واحد للفاينانشال بادجت بتاعتي، وواحد للكونتنت اللي انا بنزله، والحاجة رقم 3 حاجة بتراك بيها المذاكرة بتاعتي، وحاجة كالندر بتراك بيها الشغل او مواعيدي عاملة ازاي. فكل ده موضوع مرهق وغالبا مش هتلتزم بيه. فهنا بيجي دور نوشن ان هو جمع كل الحاجات دي في مكان واحد. فده مثال مثلا، لو انا بذاكر او طالب جامعة او اي حاجة، فعندي ملفات وورد او مثلا بي دي اف، ده الحاجة اللي انا بذاكر منها، وعندي داتا معينة بنظمها في اكسل شيت على سبيل المثال، وعندي التو دو ليست بتاعت اليوم بتاعي. فليه افضل انتقل من مكان لمكان واروح من هنا وارجع من هنا وافضل اعمل في سويتش كل شوية، في حين ان انا ممكن يكون عندي كل ده في مكان واحد اللي هو نوشن. فزي ما احنا شايفين في السلايد اللي قدامنا، نوشن جمع كل ده في مكان واحد. وده انا بقول ابسط مثال خالص. احنا نوشن تقدر تبني عليه سيستم من اول حاجات سيمبل هنشوفها مع بعض لحد حاجات ادفانسد جدا. طيب لما هنيجي نتكلم على نوشن، فنوشن فكرته المعقدة بتبان ازاي؟ ان هو بيعتمد على حاجة اسمها البيجز والبلوكس. بيجز خلينا نشبهها بان هي اشبه بقطعة من الارض فاضية تماما. فدي ميزة قوية جدا ان انت قطعة الارض دي تقدر تشكلها بالطريقة اللي تناسبك وانت بتبنيها. وهنا بيجي دور البلوكس. انت بتبنيها ازاي؟ بتبنيها عن طريق الطوب، والطوب هو البلوكس. البلوكس بتختلف في نوشن، ممكن تكون حاجات تكست فقط، ممكن تكون حاجات ميديا، الميديا تشمل الايمجز والفيديوز طبعا، وممكن يكون عندنا حاجات زي الداتا اللي هي حاجات ادفانسد شويه اللي هي الداتا بيزس. فهنتكلم عن الموضوع ده يعني ادفانسد شويه موضوع الداتا بيزس، ولكن خلينا نبدا بالحاجات البسيطه. فاحنا شايفين قدامنا مثلا دي، لو هنفترض ان هو مش داتا بيز، هنفترض ان هو سيمبل تيبل عادي. في ميزه قويه في نوشن لو انت خلاص فقدت الامل في نوشن وكل حاجه، ولكن انا هقول لكم مميزاتها وعيوبها. حاجه اسمها التمبلت. ايه التمبلت؟ بيكون حد بنى سيستم كامل، ولنفترض لحاجه مثلا زي الهيلث تراكنج اللي احنا قدامنا، او حاجه بتراك بيها الجيم بتاعي. فميزه النظام ده ان انت ما بتتعبش في اي حاجه، انت بس مجرد بتخش تعمل كاستمايز لحاجات بسيطه. طيب عيوبه ان طبعا اي حد هيعمل اي حاجه في الدنيا مستحيل تكون راكبه على دماغك انت بنسبه مليار في الميه. يعني حد عامل مثلا سيستم مذاكره للطلبه زي ما احنا شايفين الستادي سيستمز، هل الستادي سيستم ده مناسب للمحتوى بالظبط اللي انت بتدرسه؟ يعني انا لو بدرس طب مثلا وعملت لك سيستم للمذاكره، فهل هو مناسب لطالب بيدرس هندسه او لطالب بيدرس مثلا بيزنس؟ اكيد لا. فدي ميزه، مفيش حد طبعا بياخد كل المميزات. فدي ميزه التمبلت وعيوب التمبلت. وطبعا هنتكلم قدام عن التمبلت وازاي تعمل لها امبورت، وازاي تبدا ان انت تستخدمها في السبيس بتاعتك يعني. فدي بتبقى انظمه بري بيلد. عندنا الحوار بتاع الداتابيز حوار متقدم شويه، بس حبيت ان انا احطه في السلايد ديت بحيث ان احنا نقدر نتكلم عنه. الداتابيز هي الحاجه يعني الفيتشر القويه جدا 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 في نوشن، لان انت بتقدر تظبط المواعيد بتاعتك جوه كالندر معينه، ومن نفس المواعيد اللي انت ظبطتها دي تقدر تعرضها بشكل تيبل، في شكل جدول، وممكن تعرضها في صوره حاجه اسمها كانبان بورد. كانبان بورد دي بتعتمد على فكره، بيقول لك ايه الحاجات اللي انت المفروض حاليا تو دو، يعني انت بتفكر فيها. هناخد مثال: لو انا بظبط محتوى جديد، ففي المحتوى دوت في الاول بيجي لي فكره، فانا بحطها في الخانه بتاعه التو دو. في ان بروجريس. ان بروجريس لو انا شغال عليها، شغال عليها بمعنى ايه؟ شغال عليها سواء بعمل لها سكريبت، شغال عليها سواء بعمل لها ريكوردينج، سواء بعمل لها مونتاج،
واخر حاجه ان هي الخانه بتاعه done. ودان دي معناها ان انا خلاص ريدي ان انا ابلش الحاجه اللي موجوده ديت او نشرتها بالفعل. فدي اشكال مختلفه من الداتابيز وهنتكلم عن ده ان شاء الله قدام. زي ما قلت، فكره قطعه الارض او البيج اللي هي الاساسيه عندنا في نوشن واللي بتبدا تبني جواها البلوكس اللي احنا اتكلمنا عنها. فالبيج الاساسيه دي اسمها ماستر بيج. يعني انا لو هعمل صفحه تراك بيها شغل الجيم بتاعي، فالماستر بيج بتاعه الجيم تراكر بتاعي هي ديت الماستر بيج. الماستر بيج دي هبدا احط جواها مثلا ايه، انا النهارده عندي تمرينه بوش فهعمل صفحه لتمرينه البوش، بكره عندي مثلا تمرينه بول فهعمل صفحه لتمرينه البول، وهكذا. ومن تمرينه البوش هبدا اعمل سب بيج مثلا لحاجه زي الشيست بريس، لحاجه زي التراي بوش داون مثلا. فكل حاجه من دول ليها بيج. فاهميني؟ فاحنا هنبدا نعمل من بيج كبيره ونبدا نتفرع منها لحد لما نبني السيستم بتاعنا. طبعا الموضوع مش معقد تماما زي ما الناس فاكراه، هي الفكره ان انت لازم تمد ايدك وتبدا انك تعمل، ولما اثناء ما انت بتعمل هتلاقي حاجات بسيطه وخلاص انت كسرت الرهبه، وبالتالي هتقدر توصل للمساحه بتاعتك او اللي احنا بنسميها البيرسونال ويكي، ان انت كل حاجتك تكون موجوده في مكان واحد. وطبعا انت الموضوع مش لازم تبداه يعني خبط لزق كده ان انا كل حياتي لازم تكون متنظمه على نوشن، لا، انت ممكن تبدا بحاجه بسيطه. انا على سبيل المثال بدات بان انا اتراك حوار الجيم بشكل بسيط كده في البدايه. لما اتقنت حوار الجيم بدات ادخل حاجات تاني زي الفاينانشال اللي ان شاء الله هبدا فيها الشهر ده، وحاجات زي المذاكره او غيره، والتودو ليست بتاع اليوم بتاعي. ده شكل البيج واللي احنا يعني حطيته في السلايد ديت بس من باب العلم بالشيء، لكن احنا هنطلع نشوفه دلوقتي في الانترفيس بتاعت نوشن فعليا. يعني ميزه طبعا نوشن ان انا مثلا دلوقتي لو فاتح اللابتوب بتاعي وبدات ان انا اعمل السيستم ورحت عملت ساين ان بالاكونت بتاعي على الموبايل او على اي مكان تاني، خلاص الموضوع سينكد. اللي انا بعمله هنا بيسمع في موبايلي اوتوماتيك في نفس اللحظه، مفيش اي مشاكل. ودي اشكال مختلفه. يعني هنا بيقول لك ده لو سيستم معمول لطالب، ده سيستم معمول لواحد شغال على بروجكت او منشئ محتوى مثلا. وطبعا هو بيقول لك ان انت تقدر تخطط عليه لاهداف بعيده المدى زي ما احنا قلنا حاجات الجيم. طبعا انت الجيم لو هتتراك الموضوع شهر شهرين 3 شهور فمناسب جدا ان انت هتكون عارف انت التزمت قد ايه. حاجات زي البادجت اللي موجوده معاك طبعا، واحنا في مرحله انا شايف ان حاجه زي كده ضروريه تكون عارف بتصرف فلوسك في ايه وايه اكتر حاجات بتضيع عليها فلوسك. وبالتالي كل ما تكون قادر تتراك الحاجه اللي انت بتعملها في حياتك كل ما تكون قادر تقف على نقاط القوه ونقاط الضعف وتحسن اللي محتاج ان هو يتحسن عندك. طبعا ده شكل تماما للداتابيز وهنتكلم عنه قدام، بس انا حبيت ان انا ادي زي اوفر فيو سريع كده، وبكده احنا بنكون خلصنا الجزء بتاع نوشن. طيب ننتقل نشوف الانترفيس بتاعت نوشن عامله ازاي. نوشن احنا سيبناه المره اللي فاتت على نفس الانترفيس ديت. هو طبعا بيديلك صفحات باي ديفولت. فده شكل الصفحه اللي انا بتكلم عنه في نوشن، البيج ديت وهو بادئ يبني جواها. ده اسمه، بص كل ما تحط حاجه كده هتلاقي ال9 نقط دول ظهروا، ده اسمه بلوك، اللي تحته بلوك 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 بلوك. هنتكلم برضو ايه انواع البلوكس المتاحه اللي تقدر تبني بيها صفحه في نوشن، ولكن انا حابب الموضوع النهارده يكون زي اوفر فيو سريع. فده شكل الصفحه، وطبعا انا هخصص حلقه مخصوص المره الجايه للبيجز وازاي ان احنا نتعامل معاها، لكن انا بوريك شكل نوشن هيكون عامل معاك ازاي. ف دي صفحه تاني هم عاملينها باي ديفولت اسمها تو دو ليست، بس دي حاجه معقده شويه اللي هي الداتابيز اللي احنا اتكلمنا عنها. مش معقده للدرجه يعني، ولكن ما احبش ان احنا نبدا بيها بشكل مباشر. فدي الواجهه. طيب احنا لو حابين، انا النهارده هشرح السايد بار، وطبعا انا قلت لكم من المره اللي جايه حوار البيجز هيكون موجود هنشرحه بالتفصيل. ففي السايد بار انا عندي هنا الاكونت بتاعي اللي موجود واقدر اكسس من عليه السيتنج، اقدر اعمل ورك سبيس لو انا هشتغل مع تيم مثلا على بروجكت مختلف تماما بعيد عن حياتي الشخصيه، فخلاص هنكريت ورك سبيس جديده ونبدا ان احنا نضيف الناس ديت. هنضيفهم ازاي؟ عن طريق ان احنا ناخد منهم الميل اللي هو اللي موجود فوق. هم طبعا كل واحد فيهم عنده ميل هنبدا ان احنا ناخده منه. طبعا عندنا هنا تقدر تضيف اكونت تاني، تقدر تعمل لوج اوت وتاخد الابس سواء كانت اي او اس او ويندوز او اندرويد. طيب عندنا هنا ايكون للسيرش، عندنا الهوم بيج وتقدر تظبط الميتينجز بتاعتك، وفي الانبوكس لو حد عمل لك منشن في بيج معينه، لو في حاجه انت محتاج ترد عليها هتظهر لك في الانبوكس، والنوتيفيكيشن عامه بتجيلك في الانبوكس. لايبراري هي عباره عن البيجز اللي انت عملتها. الريسنت الخانه اللي بتبدا تظهر فيها اخر صفحات انت اشتغلت عليها، مش حاسس ان هي حاجه مهمه يعني، ممكن تعمل لها هايد لو تحب عادي. الايجنت
لما نتكلم قدام عن التمبلتس، ففي تمبلت جاهزه، لا احنا مثلا لو في تمبلت خاص بالشخص اللي بيعمل محتوى او منشئ المحتوى، فالتمبلت ده بيكون مدعوم شويه بالاي اي، وما نفضلش انك تبدا بحاجه زي كده بالرغم من ان هي تبان بديهيه ان انا طبعا لسه مبتدئ فاستخدم الاي اي. لا، حاول تبني سيستم انت بنفسك يناسبك، لان الاي اي مهما اجتهد معاك مش هيقدر يوفر لك سيستم مثالي. طيب في البرايفت بتظهر لي كل البيجز اللي انا بدات ان انا اعمل لها كرييشن، وهوريكم بشكل افضل، يمكن ده عشان اكونت جديد فاحنا مش فاهمين الدنيا قوي. شيرد طبعا لو انا عملت صفحه وقررت ان انا اشيرها معاكم مثلا، بتبدا تظهر في الخانه بتاعه الشيرد. طيب عندنا نوشن ابس، طبعا هم بداوا يعملوا بيلت ان كالندر، وبالتالي الموضوع بقى اسهل، ان انت بدل ما بتستخدم الكالندر بتاعه موبايلك، حتى لو بتستخدمها غالبا تقدر تعملها انتجريشن، بس انا ما جربتش الموضوع ده ولسه ما انتقلتش للكالندر بتاعه نوشن ميل انا ما جربتوش للحقيقه يعني، وكده كده ملتزم بالميلز اللي موجوده معايا واللي انا شغال بيهم، وانا تقدر تحمل الابلكيشن بتاعهم على الديسكتوب. السيتنج تقدر توصل لها مره تاني من هنا، والماركت بليس هو ده اللي بتقدر تشوف من عليه الايجنتس اللي اتكلمنا عنها او التمبلت الجاهزه، وده هيكون ليه حلقه منفصله. وفي التراش بتلاقي البيجز او اي حاجه انت عملت لها ديليت. فده كده بشكل سريع السايد بار بتاعنا. تاني حاجه مهمه هي حوار السيتنج، والسيتنج طبعا تقدر تظبط من هنا كل حاجه تخصك، سواء كان الاكونت بتاعك نفسه تقدر تغير اسمك، تقدر تغير البروفايل بيكتشر بتاعك، وتفعل حاجه زي تو ستيب فيريفيكيشن، وعندك الحاجات الجنرال والبريفرنسز. فطبعا انت اكسبلور الموضوع يعني براحتك، وشوف ايه الحاجات اللي تناسبك. انا مثلا عامل في البريفرنسز الحوار ان هو يظهر دارك، انت تقدر تخليه لايت عادي، تظبط اللغه، تظبط الحاجات كلها اللي انت تحبها يعني. مش هنخوض في تفاصيل بما اننا اشخاص مبتدئين فما يهمناش قوي الموضوع، وتقدر تظبطها بالشكل اللي يناسبك. طيب ده الشكل بتاع نوشن. طب ما ممكن نشوف شكل النوشن اللي هو الاكونت الشخصي اللي انا شغال عليه. طيب لا. طبعا انا هنا عامل حاجه مثلا سيستم كامل بتراك فيه الجيم، فادي التراكر بتاع الجيم بتاعي. دي 1 انا مقسمهم ازاي بقى؟ انا بتمرن مثلا ولنفترض 5 ايام في الاسبوع، ده حاجه انا بنيتها من عشان الحلقه بتاعتنا. فدي 1 انا عارف مثلا ان هي تمرينة بوش، دي 2 انا عارف ان هي بول، دي 3 انا عارف ان هي ليجز. طب دي 4 ودي 5، دي 4 ودي 5 انا برجع اعيد التمرين بس بشكل مختلف شويه يعني. فانا خلاص عارف في دماغي ان دي 1 هو تمارين كذا وكذا وكذا. فلما اضغط على دي 1 اوبن، هيظهر لي ايه التمرين اللي عليا في ال في دي 1 اهو. وطبعا انا اقدر اعمل الحاجات اللي انا عايزها يعني. انا حاطط هنا المفروض العب بكام ست والوزن بتاعي كام، وطبعا بضيف في الاخر ممكن لو فيديو يوتيوب او حاجه زي كده انا او نوتس محتاج اعملها على التمرينه فبضيفها. فده السيستم اللي احنا بنينه. طبعا انا عامل حاجه هنا للاتشيفمنت، مدى الالتزام بتاعي في النزول للجيم. هنشرح طبعا كل ده، وده الحوار بتاع الداتا بيز. فده شكل، هي دي عباره كلها عن بيج. انا البيج دي بدات ارص فيها بلوكس، بلوك ورا التاني ورا التاني ورا التالت، لحد لما كونت سيستم كامل اقدر ادير بيه حياتي في الجيم. طيب نيجي نبص على حاجه زي الكونتنت كرييشن اللي انا بجهزه. طبعا انا عشان ما عنديش حلقات دلوقتي بصورها قيد الانشاء، فانا لما بتجيلي الفكره بحطها في الايديا بوكس هنا، تمام، وببدا ان انا ابني لو انا انتقلت لمرحله خلاص ان الفكره دي قررت ان انا اصورها فاعمل لها سكريبت فبحطها هنا. طبعا لو السكريبت خلص فهي ريدي تو ريكورد، وبعد كده لما بخلص بعمل لها editing، وبعد الايديتنج بتكون ready to publish، واخيرا بتكون published. فده شكل الصفحات لو انت حابب تتصور معانا ازاي السيستمز بتكون على نوشن. عندي حاجات تاني طبعا الفاينانشال تراكر، عندي التودو ليست. فده الشكل العام لنوشن، والفكرة اللي احنا بنتكلم فيها وازاي نكون وصلنا ليها. في النهاية ده كان زي اوفر فيو سريع، بعتذر حتى لو طولت فيه، ولكن اعتقد ان الجميع كده بيكون فهم ايه هو نوشن وبيقدر يوفر لي ايه ويعمل لي ايه، وحرفيا بيقدر يعمل لك كل حاجة. فبشكركم على حسن استماعكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.